ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده الروتين بتاعنا مختلف. روتين حلو قوي. تحفيزي كده. دلوقتي انا عندي شويه حاجات هنا في المطبخ هعملها. خلاص، شايفين كميه الحاجه اللي ورايا في المطبخ؟ دي حاجه. تاني حاجه، هنخش بقى الحمام، عندي غسيل هغسله. خلاص، وبعدين تعالوا بقى نشوف هنكمل نعمل ايه تاني. يلا خليكم معايا. كتير جدا ما اشتغلتش على الغسالة دي، يعني ايه، هنحاول كده اجرب، يعني لان نسيت تشتغل ازاي بصراحة. انا هملاها وبعدين ارجع لكم تاني. طبعا انتوا عارفين بقى يعني جو المصايف والرمل والحاجات دي كلها. انا بنزل الغسالة بالدش، هو ده اللي القفل ينفع يتملى بيه. ممكن سيبها تتملى براحتها بقى كده لحد ما اشوف انا هحط ايه في الاول. هنروح ندور الفيشه نحطها فين. اشتغلي. الغطا بتاعها ده بايظ بقى، مش راضي، مش عارفه ايه. خلص بعد كده نخش نطبخ سوا. عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت ان مفيش هنا حاجه يعني انا اشطف فيها الغسيل. تمام. فانا هشتغل كله وبعد كده اشيل الميه بصابون دي واحط هنا ميه نظيفه وابدا ان انا اغسل الغسيل تاني عشان اعرف انشره. شايفين الازمه بقى؟ كل الناس هنا من ساعه الكورونا بيقولوا ان هم ما عادوش في المصايف بيستخدموا ادوات ولا للمطبخ ولا للحمام. اللي بيجيب حاجاته معاه يعني. وانا بالنسبه لي انا الموضوع جه فجاه، فما كنتش اعرف ان انا جايه اصلا. خلص واجيلكوا تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا الناس هنا ما بتنامش بجد.
غسلنا ونشرنا. نشوف ممكن نعمل ايه تاني، او ممكن نقفل الفيديو النهارده على كده، وممكن اكمل لكم انا وننزل جزء تاني. اتفقنا؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي، قناه مطبخ دندنه، واشوفكم ان شاء الله في الجزء التاني بتاع روتين اليوم هنا على خير. مع السلامه.